والسلام عليكم الاخوان، صافا بخير. الو كيما شفتوا الطوندونس، الخبر طوندونس حاليا في المغرب، الخبر السياسي، الا وهو السيد رئيس الحكومه عزيز أخنوش قال يوم امس الاحد على انه لن يترشح لولايه حزب التجمع الاحرار. دابا خص يفهموا البعض، راه هو ما يترشحش غير الولايه، دونك ما يكونش امين عام ديال الحزب، وبهذا ولو الحزب ديالو يحتل المراتب الاولى في الانتخابات البرلمانيه اللي غتكون في الصيف، اللي تكون في شهر تسعود في 2026، ولو الحزب ديالو يحتل المرتبه الاولى، دونك معمر عاز أخنوش غادي يرجع يولي رئيس حكومه لولايه ثانيه. الوغ هنالك من النقاد السياسيين كاين اللي قال لك على ان هذه غير خطه، كاين اللي قال لك لا صافي، السيد احترم القرارات المنظمه للحزب، لان ممنوع على شي قيادي انه يترشح لثلاثه ديال الولايات لخلافه للامانه العامه ديال شي حزب. دونك كل واحد وكيفاش شاف هذا القرار هذا من المنظور ديالو. بالنسبه للراي الشخصي صراحه مزيان يتفسح مجال لوجوه اخرى تطلع حتى هي وتبان مزيان. دار الجوليات ديالو، احترم القانون بخلاف المجموعه ديال الاحزاب الاخرى اللي ابو تنبت. دونك تحياتي للجميع. كما قلت لكم راه هو طوندونس طوندونس سياسي العقل. دابا صراحه واخا هكاك، رغم انتقادات، رغم كلشي الكبير ديال أخنوش، الا تيبقى حتى هو رمز من رموز السياسه في البلاد بمساوئه وبمحاسنه. نتوما كي جاكم القرار ديال أخنوش؟ السلام عليكم وتحياتي للجميع.